بصوا يا حبايبي القالب الجميل دوت اللي بالبسكويت، بسكوت اهو في النص، شوف شكله جميل ازاي، والمانجا وجيلي المانجا والكاستر، خفيف وروعه وجميل جدا. هيعجبكم جدا. اكلته خفيفه وحلو في اليومين الحر اللي احنا فيهم دول. هيعجبكم جدا يا حبايبي. انا عملتها وعجبتني، اتطلبت مني بصراحه، عملتها تاني. عجبت الاولاد خالص. خفيفه وسهله جدا. اتمنى يا حبايبي تجربوها، وطبعا ناجحه، يعني لو طفله صغيره عملتها هتنجح. وفي الاكل خفيفه وطعمها تحفه. مفيش الا بسكويت بس ومانجا وجيلي، هي دي المقادير، وكاستر. يلا يا حبايبي نشوفها اتعملت ازاي السهله الجميله دي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في معلومه مفيده مع نانا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. النهارده هعمل لكم في الحر ده اللي احنا بنشوفه كل يوم حاجه كده حلوه وخفيفه وجميله، وباي فاكهه تعمليها، وسهله جدا. بس بجيلي هو جيلي وبسكوت واي فاكهه زي ما قلنا بتحبيها. شوفوا انا دلوقتي جبت مانجا قطعتها ازاي اهي زي ما انتم شايفينها، واي نوع جيلي، مانجا، فراوله لو حبيتي يبقى جيلي فراوله، يبقى انت حاطه فراوله هنا، يعني زي ما تحبي. شكلي اي فواكه اهو يا حبايبي. اي عبوه تحطيها، انا حطيت في حاجه بلاستيك، ممكن تحطيها في اي حاجه تدي شكل اللي انت هتحطيه فيها لما نحط الجيلي حسب رغبتك انت. حطينا يا حبايبي اول رق من البسكوت، هنحط رق تاني عشان هتحسي ان هو خفيف جدا مش هيبان فيها، فهنحط رق بسكوت تاني ونشوف وارجع لكم بعدها يا حبايبي. بقى انا عملت كوبايه بتغلي جيلي وحطينا نص كوبايه بارده عليه، بس وهي بتغلي كده اهوت، واخدين بالكم؟ تدوبي فيها اما تغلي على طول الجيلي وهو سخن، تدوبيه خالص، وبعدين تحطي الميه البارده نص كوبايه، يعني كيس الجيلي عليه كوبايه ونص، كوبايه مغليه ندوب فيها الاول، بعدين نحط النص كوبايه التانيه البارده. ودي احنا حطيناها على البسكويت كده اهو، ونحطه في التلاجة لحد ما يجمد. ممكن بقى تعملي عليها، انا عملتها قبل كده، جبنا كيس جيلي تاني وحطيناه على لبن، جيلي باللبن، واخدين بالكم؟ برضو اللبن سخن بس يستحسن عشان بيقطع، زي ما انتم عارفين اللبن بيقطع لما يتحط عليه، لو سخن يتحط عليه الجيلي هتلاقوه قطع. ممكن تدوبيه في ميه مغليه حبه صغيره، يعني نص كوبايه كده، وبعدين تحطي اللبن وهو ساقع، يعني لما الاتنين يبردوا على الاقل. بس انا المره دي يا حبايبي هعمل كراميل، ناخده بقى يا حبايبي ونحطه في التلاجة عبال ما يجمد. جبنا كوبايه وجيلي تاني، ميه مغليه وذوبنا فيها علبه جيلي تاني، وهنحط عليها كراميل اهو يا حبايبي. ذوبناها حلو اهو، ولو عايزه تزوديها تزينيها بالكراميل في الاخر زينيها، مش عايزه ده بقى ذوبنا معلقتين كاستر في الميه اللي احنا هنزود بيها اهو. هنحطها بقى دي بارده، مش ميه بارده بقى، بنحط بدلها الكاستر ده. الكراميل ده سوري يا حبايبي بيتزين بيه، بس انا مش هعمل كراميل زين بيه، اللي هو اللي بتتباع مع الكيس ده بقى. دوبنا الكاستر اهو، هنحطه على الجيلي المانجا او اي نوع زي ما احنا عارفين اهو يا حبايبي. دوبناها، نرفعها بقى على النار لما تجمد. انا قبل كده عملتها باللبن، فاللبن قطع، فلازم اسقعه الاول وتتذوب الكيس الجيلي في ميه حبه صغيره، نص كوبايه مثلا او ربع ميه مغليه علشان اللبن ما يقطعش. انا المره دي عملتها بالكاستر والجيلي كده. بقى هنفحها على النار لحد ما تسخن ونحطها على الخليط بعد ما يجمد. طعمها خفيفه وفظيعه، ولا سكر ولا حاجه. الجيلي فيه سكر والمانجا طبعا مسكره. نرفع بقى على النار. شوفوا اللون جميل ازاي لما حطينا الكاستر، فظيع وطعمه مسكر من الجيلي. يغلي بقى ويجمد الجيلي
على البسكويت نحط الكاستر بالمانجا او باللبن حسب رغبتك، بس حسبي كلكع منك. ميه مغليه وبعدين الباقي لبن. ودي بقى لسه في التلاجة، حطيتها في الفريزر عشان تجمد بسرعه. يا حبايبي بعد ما الجيلي والبسكويت مسكوا شويه هم، نحط عليهم الكاستر والجيلي الكيس التاني. حطينا يا حبايبي الكاستر اهو على البسكويت والجيلي، نسويه بقى. حطينا بقى الكاستر في الاخر اهو، سويناه يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين. ونحطه بقى تاني في التلاجة حوالي 6 ساعات كده، او حسب ما يجمد حسب التلاجة. شوفوا الرقين بقى اهو. نلحق نحطه بقى، لازم نبرد اللي فوق علشان ما يسيحش اللي تحت. انا بردت الكاستر علشان ما ينزلش تحت في في الجيلي اللي تحت اهو زي ما انتم شايفين كده. نحطه بقى في التلاجة وارجع لكم. حطيناه في الفريزر اهو يجمد. في بقى بعد ما يطلع يزوق، اما تقلبيها يزوقوه بالكريم كراميل، بس حبيتي لونها كده احلى مش هزوقها، لكن ده كاستر يا حبايبي. بصوا حبايبي طلعناها من الفريزر اهي. شوفوا بقى الجمال، الرقين الجمال دول اهو. هنقلبها بقى ونحطها في طبق. بصوا حبايبي الجمال بقى، شوفوا شكلها تحفه ازاي. شوفوا شكلها روعه وخفيفه وطعمها خطير، جميله جدا يا حبايبي. هتلاقي بقى اما تقطعيها، شوفي البسكوت لونه جميل ازاي فيها، باين في الجيلي والكاستر تحت، فظيعه وروعه. اتمنى يا حبايبي تجربوها، هتعجبكم جدا، خفيفه وطعمها جميل في الايام الحر اللي احنا فيها دي، فاتمنى تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.